موعد كأس السوبر بين الزمالك والأهلي. والقنوات الناقلة: حسم الأهلي مقعده في كأس السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021 إلى 2022، وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز، بينما سجل محمود عبد المنعم، كهربا، وحمدي فتحي هدف الأهلي. بذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021 إلى 2022 في مباراة كأس السوبر. نشر الحساب الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي بيانا رسميا، أعلن من خلاله عن موعد إقامة مباراة السوبر، والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل. ونص البيان على أن الاستضافة تأتي بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي. وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر قد أقيمت في أكتوبر 2022 في استاد هزاع بن زايد، وفاز حينها المارد الأحمر بثنائية نظيفة. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الملعب المستضيف للمواجهة المرتقبة، وأشار المجلس الرياضي إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن الملعب المستضيف وتذاكر الدخول. ولعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0. واستضافت الإمارات العربية المتحدة كأس السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة عموما، أولها نسخة 2017. ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لعدد التتويجات بواقع 12 مرة، ثم الزمالك ب4 تتويجات، ومرة وحيدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.